عمري ما كنت هصدق إن ابني الوحيد اللي أنا مربيه على إيديا دول يعمل كده أبدا. أنا متجوزة من راجل كبير في السن، تقدروا تقولوا كده، يعني وجوده زي عدمه، نايم زي صاحي، قاعد زي واقف، يعني مش فارق لي، وجوده زي عدمه زي ما بيقولوا. عيشته كده مع نفسها، يعني مهما البس واتشيك له واحط احمر واخضر، ولا هو هنا، ولا كأني عايشة معاه في بيت واحد. وانا بصراحة كان نفسي يقولي كلمة حلوة زي الستات ما جوازها بيقولوا لها، لكن هو ما كانش بيعمل كده، ولا كان فارقله اي حاجة. وبالرغم ان انا حلوة وصغيرة، لكن برضو ربنا كرمني منه بولد، وكان هو كل حياتي. ايوه، امال ايه، نور عيني وابني وحبيبي، واتمنى له كل الفرح اللي في الدنيا كلها. اي نعم، عيشتنا يعني كانت كويسة، يعني تقدروا تقولوا كده، ولا يعني اغنية قوي ولا على قد الحال خالص، يعني متوسطين الحال. وانا بقى ما كانش فارق لي جوزي ابدا، كنت بعتبر نفسي كده تقدروا تقولوا ارملة. ايوه، مش فارق لي جوزي ده ابدا، وفضلت عايشة على كده. وكنت أهم حاجة في حياتي هي ابني، كنت مربياه ومعلماه أحسن تعلم في الدنيا كلها، حتى اللبس والأكل والشرب كنت بجيب له أحسن حاجة. طبعا ده روح قلبي، روح قلبي من جوه، أصلا أنا هو ده اللي طلعت بيه من الدنيا. وزي ما قلتلكم، جوزي يعني إيديكم منه والقبر، ولا هو هنا، كأنه مش عايش معانا في بيت واحد. وأنا كمان أنا كمان كنت بتعامل على الأساس ده بصراحة، لحد ما في يوم من الأيام لقيته يعني جه وكلمني. في الأول كنت فاكراه يعني إنه اتعدل، أصل جوزي ده ملوش في أي حاجة، يعني أحمد ربنا إني خلفت منه. المهم لقيته بيكلمني وبيقولي إن أخته اللي في البلد بعتت له وقالت له إن هي تعبانة قوي وعايزاه يروح لها. قلت له يا خبر، تعبانة ليه بس؟ دي عايشة لوحدها، ويا ترى مين اللي بيخدمها؟ قال لي ما أنا علشان كده هروح أقعد معاها يومين هناك، وأهو أغير جو. بصراحة كده قعدت أفكر بيني وبين نفسي إن أنا أروح معاه، لكن رجعت تاني وقلت طب وابني، ابني هسيبه لمين؟ انتوا عارفين زي ما قلتلكم أنا ما أقدرش أستغنى عنه أبدا، وأنا طبعا ما كنتش أقدر أسيبه قاعد في البيت لوحده، لكن برضه ما كانش ينفع إن أنا ما أروحش مع جوزي. المهم إن أنا قلتله ماشي، وأنا هاجي معاك أبص عليها، بس هو يوم واحد بس اللي هباته هناك، أو بعد كده هرجع هنا عشان ابني، ولو انت عايز تقعد أكتر من كده براحتك. فعلا حضرت غدا لابني وقلتله إن احنا مسافرين عند عمتك، لكن بصراحة ما قلتلوش إن أنا راجعة تاني. تقدروا تقولوا كده إن أنا نسيت، كان فاكر إن أنا هرجع مع أبوه، هو كان عارف إن أبوه هيقعد هناك كام يوم. المهم إن احنا سافرنا ورحت اطمنت عليها، وتاني يوم جه جوزي وصلني للموقف، وركبت منه وجيت على البيت. وأنا طالعة على السلالم كنت عمالة أفكر يا ترى ابني فوق ولا نازل ولا راح مع أصحابه ولا فين. المهم طلعت، وأول ما فتحت الباب سمعت صوت غريب، هو صوت ابني، لكن الكلام اللي كان بيقوله يا لهوي، ما أقولكوش على اللي كان بيقوله. شكله كده كان بيتكلم مع واحدة صاحبته ولا حاجة. وأنا بقى لما سمعته بيتكلم الكلام ده ما كنتش مصدقة. هو ده ابني معقول؟ لا لا لا، أكيد أنا سمعت غلط. المهم إن هو
قعد يتكلم معاها كلام كتير، وبعد كده قفل التليفون. وأنا اتسحبت وطلعت تاني برا باب الشقة، وفتحت من أول وجديد ودخلت البيت. وطبعا هو أول ما شافني اتفاجئ، وكان مخضوض كده وملامحه متغيرة. فسألته، قلت له مالك يا واد، مال وشك مخطوف كده ليه؟ قال لي أبدا يا ماما، انتي مش كنتي رايحة عند عمتي؟ قلت له طب ما أنا رحت وبيت عندها ليلة بحالها، ولا انت كنت عايزني اسيبك في البيت لوحدك؟ مين يشوف طلباتك يا حبيبي؟ قال لي ماشي ماشي يا ماما، بصي انا نازل دلوقتي مع صحابي، لو عوزتي اي حاجة ابقي كلميني. ونزل ابني. وبعد ما نزل قعدت افكر في كل حاجة كان بيقولها. معقولة يا بنت ابنك كبر بالسرعة دي؟ انا مش مصدقة نفسي. ومن الوقت ده ابتديت بقى الاحظ حاجات كتير قوي مع ابني اتغيرت. وتاني يوم سمعته برضه بالليل وهو بيتكلم. الأول قلت له إن أنا هدخل أنام، لأني طبعا مجهدة من السفر وكده. وفعلا دخلت وعملت نفسي إن أنا هنام. وبعد شوية فتحت باب الأوضة بشويش، اتسحبت ناحية باب أوضته، وسمعته وهو بيتكلم تاني، لكن المرة دي شكله كده كان بيتكلم مع واحدة تانية. لكن لقيته بيقول لها حاجة غريبة قوي. بيقول لها أنا عايزة أتخيلك كده كأنك أمي، وانتي يعني بتعملي أي حاجة أنا عايزها. وابتدت البنت تسمع كلامه، وأنا كنت سامعة كل الكلام اللي هي بتقوله، لأنه كان فاتح السبيكر، وصوت البنت كان واصل لي. وأنا واقفة ورا الباب وعمالة أسمع ابني وهو بيتكلم مع البنت. وبصراحة ما كنتش عارفة أعمل إيه، لكن فضلت واقفة زي ما أنا لحد ما ابني خلص المكالمة. وفي الوقت ده، وفي وقت ما ابني بيكلم البنت دي، من كتر الكلام اللي أنا قلته بصراحة أعصابي تعبت جدا. وكمان زي ما قلتلكم إن جوزي ملوش في أي حاجة. أنا كنت بعتبر نفسي أرملة زي ما قلتلكم. تخيلوا بقى، واحدة يبقى جوزها عايش وعلى وش الدنيا، لكن بتعتبره إن هو مش موجود وميت. تخيلوا حالتها هتكون إيه. أكيد انتوا فاهمين. وأكيد في ستات كتير قوي قوي زي كده. أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه في الوقت ده، ولا كنت عارفة حتى إني أفكر. لكن كلامه كان صعب عليا. كنت واقفة وأنا بسمعه وأنا متخبية ورا الباب. وبصراحة عملت حاجات ما كنتش أصدق أبدا أبدا إن هي يعني تطلع مني أنا. وبعد شوية خبطت على باب الأوضة، وبصراحة قلت له إن أنا سمعت كل حاجة، وسبته ودخلت على أوضتي. اليوم ده ما تكلمناش. وتاني يوم قمت أنا من بدري علشان أحضر الفطار. وفعلا حضرت الفطار، وقعدنا نفطر أنا وهو. وبعد شوية هو نزل علشان يشوف بقى دراسته ويشوف رايح فين. وعلى آخر النهار كنت أنا جهزت الغدا وهو كان رجع. وإحنا قاعدين بنتغدى قال لي ماما، أنا عايزة أتكلم معاكي في موضوع. قلت له خير، موضوع إيه تاني؟ عايز تتكلم في حاجة تانية ولا إيه؟ قال لي بصراحة أنا عارف إن انتي سمعتي زي ما قلتيلي، وأكيد علشان كده زعلانة. بس أنا يا ماما يعني أنا برضو شاب، وبعدين أنا كل ليلة كنت بحس بيكي وانتي صاحية في الأوضة، وكمان كنت بسمعك لما كنتي بتتخانقي مع بابا بسبب الموضوع ده. وكل الكلام اللي كنتي بتقولهولي ده وبتقوليه لأبويا فتح عينيا أنا على حاجات كتير، خلاني أعرف الست تبقى إيه بالنسبة للراجل، وإيه اللي بيحصل بينهم بالظبط. وخليتيني أشوف حاجات عمري ما كنت أتخيل أبدا إني أشوفها.
أو حتى أسمع بيها. قلت له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ قال لي اسمعي يا ماما، أنا بصراحة كده بتخيلك طول الوقت وفي كل حتة وفي كل مكان. أي واحدة أنا بعرفها بتخيلك أنتي مكانها، وما تقوليليش إزاي. أهو ده اللي بيحصل وده اللي أنا بعمله. وأنا بصراحة كده طالب منك طلب، ويا ريت ما تكسفنيش عليه. قلت له طلب إيه؟ قال لي أنا عارف إن بابا مقصر في حاجات كتير، علشان كده أنا عايز أكون مكانه. وصدقيني عمرك أبدا ما هتندمي، عمرك ما هتندمي إن أنا يعني أبقى مكانه. قلت له إيه اللي أنت بتقوله ده يا واد؟ أنت اتجننت ولا إيه؟ اوعى اوعى كده، خليني أقوم أشوف إيه اللي ورايا، ولا أقولك أنا هدخل أنام. وقمت سايباه وداخلة على الأوضة، وقفلت على نفسي الباب. وبعد شوية حسيت بيه وهو بيلم الأكل اللي على الترابيزة. وبعد شوية دخل على أوضته، وفضلت أنا في الأوضة لوحدي عمالة يعني أفكر في الكلام اللي هو قالهولي. بصراحة وبيني وبينكو، هو معاه حق. أنا من زمان قوي ما حسيتش أي حاجة، ومن زمان قوي ما حصلش أي حاجة في البيت ده. علشان كده أنا كان لازم يعني أسمع كلامه. أيوه، كان لازم أسمع كلامه. وفي الوقت ده بصراحة قعدت أفكر إزاي تاني أخليه يرجع يتكلم معايا في الموضوع ده. وابتديت نزلت أول حاجة عملتها اشتريت شوية قمصان نوم، وبقيت كل شوية ألبس حاجة مختلفة. وطبعا هو لما شاف كده قدامه كان هيتجن، ما كانش مصدق نفسه أصلا. وأنا بصراحة أنا كمان زودتها شوية، زودت العيار زي ما بيقولوا. وهو بقى ما أقولكوش، كان طول الوقت عينيه عليا ما بتنزلش. وفي مرة من المرات لقيته جاي يقولي إن هو خلاص كده مش قادر يتحمل، وإنه خلاص جاب آخر آخره، وإن الكلام ده مش هينفع، ولازم أسمع كلامه في كل حاجة بيقولها لي. قلت له أنت بتقولي يا واد أنت عايز إيه بالظبط؟ ولقيته بيقولي بقولك إيه يا ماما، أنت عارفة أنا عايز إيه. وأنا مش حابب أتكلم كتير في الموضوع ده، أبويا فاضله يومين ويرجع، ولازم أنا وإنتي نفكر في الموضوع ده كويس. بصراحة حسيت إن أنا فعلا محتاجة أعمل حاجة جديدة، أو يبقى في حياتي حاجة جديدة. وابتديت أتخيل اللي هيحصل. وبصراحة حسيت إحساس لأول مرة بحسه، والأول مرة لقيت نفسي بوافقه على كل اللي بيقوله. وفي الوقت ده طلب مني إن يحصل بينا الحاجة اللي ما كانتش ينفع تحصل، وأنا طبعا وافقت. وابتدى بقى يعمل كل اللي هو عايزه. بصراحة ما كنتش مصدقة إن هو ده اللي أنا ربيته قدام عينيا وعلى إيدي. ما كنتش مصدقة إن هو يعني تقدروا زي ما تقولوا كده يعني بيعمل حاجات أنا ما كنتش متوقعاها أبدا. وفضلنا على الحال ده تقريبا كده أسبوع. أيوة، أصل جوزي لقيته بيكلمني وبيقول إن هو هيقعد شوية كمان، وأنا طبعا كنت فرحانة، وكنت عايزاه يفضل هناك عند أخته كتير، وأقعد أنا وابني بقى نتكلم ونعمل كل اللي احنا عايزينه سوا. وفعلا من الوقت ده ابتديت أنا وابني حياة جديدة، وبقينا كل يوميا الموضوع ده كان بيحصل، ولا هو بيشبع ولا أنا بشبع. احنا الاتنين كنا جعانين من حاجة محدش حاسس بينا غيرنا احنا الاتنين بس اللي كنا حاسين ببعض. وجوزي هو اللي أثر في حقوقي.
أنا عارفة إن أنا يمكن أكون غلطت، وطبعا أنا مش عايزة حد يقع في الغلط بتاعي ده، لكن يعني قولولي كنت هعمل إيه؟ أصل انتوا لو كنتوا مكاني كنتوا هتحسوا فعلا إن أنا ما كانش ينفع أبدا أقول لأ، وكان لازم أوافق. الموضوع ما كانش سهل عليا، وأنا برضو في الآخر ست، ومش أي ست. أصل انتوا ما شفتونيش ولا تعرفونيش، إنما أنا حاجة تانية خالص غير أي ست ممكن تكون دخلت حياتكم. الموضوع ده بالنسبة لي، موضوع العلاقة ده يعني حياة أو موت. ما ينفعش اليوم يعدي كده سادة، لأ. وبعدين ده إيه، لازم الموضوع ده يتكرر أكتر من مرة على مدار اليوم، يعني مرتين 3 4 على قد بقى ما يقدر. علشان كده بقولكوا إن الموضوع بالنسبة لي كان صعب. وبعدين جوزي ياما أثر في حقوقي، وابني قدامي كبر، وأنا بقى شفت المناظر دي كلها، كنت هعمل إيه؟ علشان كده أنا حكيت لكم حكايتي وقصتي. يمكن لو حد فيكم شاف قصتي أو سمعها، يعني يقولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وأنا طبعا بثق في رأيكم، وهستنى كل التعليقات بتاعتكم. اوعوا تتأخروا عليا، وياريت في أسرع وقت تقولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وأنا أكيد 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 هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس. أيوة، أمال ليه؟ أصل أنا عارفة إن انتوا بتحبوني، وبتحبوا القناة، وبتحبوا أي حد يحكي قصته في القناة، وعارفة ومتأكدة إني هلاقي بينكوا الحل اللي أنا بدور عليه.